ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده انا في اسطنبول، شايفه الاستقلال، فقلت ادخل اشهر محل حلويات طبعا في اسطنبول، حافظ مصطفى، اكيد كلكم بتسمعوا عنه. الحلويات الشرقيه هناك بالنسبه للكنافه، ادي الكنافه البورمه والكنافه بالقشطه والكنافه بالمكسرات. أما بقى بالنسبة للبقلاوة، أكتر من 30 40 نوع بقلاوة. هما مركزين مع البقلاوة قوي. بقلاوتهم حلوة قوي حلوة قوي، يعني زي ما بيقولوا بقى جايبة من الآخر. بالفستق زي ما انتوا شايفين كده، بعين الجمل، بالقشطة، بالشوكولاتة. أنواع كتيرة جدا من البقلاوة وأشكال كتيرة جدا، وكلها أحلى من بعض، هشة كده وجميلة وسكرها حلو قوي. بيحطوا فيها بقى طبعا كمية مكسرات رهيبة. دي بقى الجاتوهات، الجاتوه بالفراولة، جاتوه بالتوت، بالوايت شوكليت، بالدارك شوكليت، بالبيستاشيو. دي بقى طبعا التريليتشيا النسخة التركي. ودي علب اللي هي احنا كده نزلنا عند الجاتوه تاني. الجاتوهات بتاعتهم رهيبة، الكواليتي بتاعتها عالية قوي. وبعدين حجم القطعة بقى كبير جدا، والارتفاع بتاعها عالي، فما حدش يقدر ياكلها. يعني انا قطعت القطعة لثلاث قطع، اخدت تلتها وما قدرش اكمله. دي العلب بتاعت الجيلي والكاسترد والكريم كراميل وام علي والكريم بورليه. كل الحاجات دي التورت زي ما انت شايفه كده، ارتفاعها هتلاقيه عالي قوي ومقاسها صغير. بس زي ما بقول لك بقى الجوده بتاعتها عاليه جدا، يعني تاخدي منها شوكتين ثلاثه خلاص هي تقفل معاكي. ادي بقى العلب بتاعت الحلويات طبعا، كلها تحفه. المنيو بتاعهم بقى اهو، يعني ما تبقيش عارفه تختاري ايه ولا ايه. وطبعا هم زي ما بقول لك مركزين مع البقلاوه بالقشطه، البقلاوه بالفستق. انواع البقلاوه عندهم كتيره جدا، وكلها احلى من بعض. احنا بقى طلبنا نوع البقلاوه اللي هو بالفستق، وطلبنا طبعا لازم نجرب التريليتشيا النسخه التركيه بتاعتهم. وجربت ادي التريليتشيا بتاعتهم، ارتفاعها مش عالي وشاربة كمية لبن كتيرة جدا، لدرجة ان اللبن بيبقى نازل منها في الطبق كده، يعني شربت لحد ما ايه ما بيزيد كده. طعمها حلو جدا. ارتفاعها مش عالي زي ما بقولك اهو. دي ده جاتو الشوكليت، انا قسمتها بقى الخرطة دي لثلاث قطع، ما قدرش اكمل واحدة بس. والتريليتشيا وادي البقلاوة والتريليتشيا بالكراميل. طعمها حلو جدا طبعا، ومن كتر ما هي مسقيه لبن كويس قوي، شوفي القطعه بتتهري معاكي، يعني ما تلاقيش الكيك بتاعها متماسك كده. لا لا خالص، دايبه خالص من كتر اللبن اللي هي شارباه. ده الجاتو طبعا بالتوت. كل الحاجات اللي اكلناها كلها احلى من بعض، يعني كل الجوده بتاعتها عاليه قوي، حاجات فعلا جايبه من الاخر. فيعني ايه، يا رب بقى النهارده اكون وريتكم كده حافظ مصطفى، بكره هوريكم او هنلف مع بعض كده ونشوف المعجنات في اسطنبول، او الفطاير بقى والبوريك والحاجات دي. الملبن بقى هناك ولا 50 نوع ملبن، يعني احنا هنا ما عندناش انواع كتيرة زيهم. ملبن الوان، ملبن محشي كل انواع المكسرات، فول سوداني، محشي بالحلاوة الطحينية، محشي بالشوكولاتة. لا انواع كتيرة جدا. ودي العلبة بتاعتهم الحمراء اللي بتلاقيها في كل الايدين. وبكرة بقى زي ما بقولك ان شاء الله هنلف مع بعض، نتفرج على المعجنات وعلى العيش الفينو المشهور بتاعهم. ويا رب يكون عجبتكم الجولة بتاعتنا النهاردة. باي باي.